ان الاتجاه العام في المجلس اللي هو استكمال البطوله ان شاء الله ودراسه الموقف الاول وقبل ما يتخذ اي قرار يعني. استاذ عزمي، الشائعات اللي موجوده دي هل هي بتعتمد على ان ده قرار اتحاد الكره ولا القرار ممكن يكون قرار وزاره الرياضه؟ لا يا بيه، سياده الوزير عمرو فاروق بيدرس الموقف عن كثب وبيدرسه من جميع جوانبه ولسه لم يصدر قرار الى الان بالنسبه ايقاف من عدمه. وانا شايف ان النهارده الساعه 4 هيكون في اجتماع لمجلس الاداره لدراسه الموقف واصدار بيان في الوضع يعني. لكن ايقاف الغاء نشاط ما فيش الكلام ده، مفيش قرار بالالغاء خالص. طيب استاذ عزمي، حضرتك وفي حوارك مع اعضاء مجلس اداره الاتحاد في الفتره اللي فاتت، لو ممكن تقول لنا الاتجاهات اللي كانت موجوده عندهم وانطباعاتهم الاولانيه بعد مشاهده الحريق اللي موجود في اتحاد الكوره. هو الحريق جهه في اتحاد الكوره وفي نادي الشرطه ما كل يوم الحرائق موجوده، بقت وضع طبيعي. ده بقى وضع طبيعي يعني، مش بقت ما بقتش حاجه غريبه. كنا زمان بنبص كده نلاقيها حاجه غريبه جدا لما يبقى في حريق، لكن دلوقتي بقت الاعتداء على المنشآت ده بقى وضع طبيعي يعني. فالوقت في الاجتماع المجلس على اساس بيتداركوا بيبحثوا الموقف شكله ايه من جميع جوانبه، ان البطوله بدات وانا شايف ان مفيش تراجع عن استكمال النشاط يعني. انا شايف كده. هل استاذ عزمي احنا كان عندنا استعدادات للمنتخب المصري في الفتره اللي فاتت لمبارياته مع زيمبابوي، هل هيتم تغيير المواعيد او هيتم نقل هذه المباراه؟ لا، احنا بنجهز لزيمبابوي وكان في ماتش مع قطر وفي ماتش يوم 22 والامور ماشيه طبيعي، لان ده تصفيات كاس عالم يعني، وانت عارف كاس عالم ده امنيه لكل مصري يعني. انا ما اعرفش والله الوضع ايه بالظبط، لكن الوضع اللي احنا شايفينه الامن اللي في البلد ده وضع امن غير مستقر. لكن انا باكد لك ان المنتخبات، منتخب الشباب بيسافر الجزائر، سافر النهارده امبارح المغرب، المنتخب الاول شغال اعداده اذا الاستعدادات كما هي استاذ عزمي مجاهد. أنا بشكر حضرتك على وجودك معانا. المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة أستاذ عزمي نفى نية الاتحاد أو توجهه في الاجتماع النهاردة اللي هيحصل الساعة 4 العصر لوقف النشاط الرياضي. طيب